السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، غنتكلموا على اللقاء الخاص اللي خص به وليد الركراكي إحدى القنوات الإسبانية، وتكلم فيها على اللاعبين المغاربة اللي كيلعبوا في أوروبا واللاعبين اللي كيلعبوا في في المنتخب الوطني المغربي، وكذلك اللاعبين اللي ما اختاروش يلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي، ومنهم يمين جمال أو اللاعب المغربي الإسباني اللي اختار يلعب إلى إسبانيا، لأن تكلم وقال لهم إنه كان معنا واضح ومع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إنه قال لهم أنا كنحس براسي لأنني إسباني، هذا الشيء علاش غادي نختار المنتخب الإسباني نلعب معاه. قال لك ما كانش عنده أي تردد واختار إسبانيا بدل اللاعب إبراهيم دياز، لأنه اختار يلعب المنتخب المغربي، ولكن بعد تفكير عميق ومن بعد اللي كان عنده عدة ترددات باش يلعب المنتخب المغربي ولا المنتخب الإسباني، في الأخير اختار لأنه يلعب المنتخب الإسباني. ولأن قال لك اللاعبين ديال المنتخب المغربي لأنهم واعيين بالمسؤولية اللي عليهم ولا على عاتقهم بعد الإرث اللي تورث من كأس العالم اللي تلعب في قطر، ولأن الرتبة ديال المنتخب الوطني المغربي الرتبة ديالو لأن الرابعة عالميا في هذا كأس العالم، لأنه هو الآن الرتبة 12 عالميا حسب الترتيب ديال الفيفا الشهري، أما هو رابع عالميا. هادشي اللي كاين في الكأس العالم ديال قطر. ومن بعد الإخفاق في كأس إفريقيا، لأنه أكد لأن هذا الكأس إفريقيا أنه غادي يتلعب في المغرب وعليه واحد الحمل ثقيل، لأن الجماهير المغربية كلها كتسناه باش يفوز بهذا كأس إفريقيا اللي كاين هنا في المغرب، ولا ما فاتش بها لأنه غادي هذيك هي نهاية المشوار ديالو مع المنتخب الوطني المغربي إلا ما فاش بها. هادشي اللي صرح به وليد الركراكي مع العلم، لأن قال في العقد ديالو لأنه حتى نهاية 2026، لأن العقد ديالو كيمتد حتى 2026 العقد اللي مع الجامعة، ولكن لما فاش بكأس إفريقيا للأمم هذيك النهاية غادي يمشي بحاله. وتكلم على كذلك على فريق الوداد البيضاوي والتجربة ديالو مع فريق الوداد البيضاوي، وكانت تجربة ناجحة معاه ومع سعيد النصيري في هذاك الوقت، ولأنه قال لأنه اشتاق لأنه يدرب الفروق بدل المنتخب، لأن المنتخب الوطني المغربي أو المنتخبات لأنه المدرب ديالهم كيكون لأنه شيبه لأنه ما عندوش واحد التدريب يومية، لأنه يلا كيشوف أشرطة فيديو، كيسافر عبر العالم كيشوف لاعبين كيصيفط الناس اللي معاه يشوفوا اللاعبين اللي كاينين بدل المدرب اللي كيكون في كيدرب احدى الفروق، لانه كيكون يوميا في التدريب ويوميا مع اللعابه ديالو. وهذا الشيء اشتاق ليه وليد الركراكي على حسب القول ديالو. كنتمناو ليه التوفيق، وكذلك لان باها كنهنيوه هو والوليدات ديالو الاشبال ديالو على التاهل ديالو لكاس افريقيا للامم وكاس العالم كذلك، لان النهائي اللي غادي يتلعب يوم السبت على الساعة 3 بعد الزوال بدل الساعة 8 مساء، لأن الكاف هي اللي غيرت الموعد ديال الكاف أو النهاية ديال كأس إفريقيا، لأنه هو 3 بعد الزوال في ملعب البشير بالمحمدية، وتما في غادي يكون الحفل الاختتامي. ونتمناو المنتخب الوطني المغربي لأنه يفوز بهذا الكاس افريقيا، وهادو هما اللاعبين ديال المستقبل. كنتمنى من الجماهير انهم يمشوا ويشجعوا اللاعبين، لان اللاعبين لانهم ناشئين وخاصهم يعاونوهم ويشجعوهم، وبلا ما الاحتجاجات اللي زايده ما عندنا ما نديروا بها، لان اللاعبين باقيين ناشئين كيتمنوا منا نشجعوهم ونزيدوا بهم القدام، ونتمناوهم يفوزوا بهذا الكأس هذا، لأن هذا هو المستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي 2030 و 2028، لأن هذا هما اللي غادي يشاركوا في المونديال ديال 2030. لا ما كانوش كاملين غادي يشارك البعض منهم. هذا الشيء اللي كنتمناو، ونتمناو لنا الجماهير لانهم يشجعوهم، لان لا كثرت الهضره بزاف، لان لا ما كان التقنيات لا ما كيلعبوش مزيان، لا كانوا غادي يخسروا، لا
لان المقابلات كتربحوا ماشي كيتلعبوا، لان الا جيتي تلعب الكره ممكن اي كونتراتا كيتماركا عليك، اللهم كدير الحيطه والحذر وكتستغل اي فرصه جاتك. كما قالوا بعض اللاعبين اللي قال لك ان كنخليو الخصم هو اللي عنده المبادره، هو اللي يهاجمنا وحنا كننتظروا في الملعب ديالنا، ومن بعد كنديروا بهاد الهجومات المضاده وكنتسجلوا بها البيوت ديالنا. وهذا الشيء اللي كنتمناو لان النتيجه يجي الكاس ويفوزوا به هنا في بلادنا. هذا الشيء اللي كنتمناو، ما كيهمناش اللعب، لان شحال ديال الفرق شحال ديال المنتخبات كيعرفوا يلعبوا ولكن ما كيفوزوش. حنا بغينا، لا بغينا الفوز، ولكن حقا بغينا الاداء تاعو كذلك، ولكن الاداء ماشي في هذه المقابلات هذو من بعد. ونتكلموا على الاداء ونتكلموا على المشاكل ونتكلموا على اللياقه البدنيه ونتكلموا دابا كنتمناو ان نكونوا معاهم الكل في الكل ونشجعوهم باش هذا الكاس هذا نفوزوا به هنا في المغرب. لان الحمد لله لان رئيس الجامعه لانه واقف على شغله، واقف على المنتخبات ديالو، لان كنقولوا له برافو انه حاضر في التيران وكاين وكيشجع وكاين مع اللاعبين وكيحتضن اللاعبين ديالو وديال المغاربه كاملين. ونتمناو هذا الكاس هذا يبقى هنا في المغرب. هذا الشيء اللي عندي في هذا الموضوع هذا. ما تنسوش تابوناو وفعلوا الجرس، ديروا اللايك باش نوصل لكم كل حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.